متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وفي هذا الموضوع الجديد. اليوم غنجيب لكم واحد القصة من العصور القديمة وبالضبط من العراق. كان عندهم واحد الشخصية معروفة بالحجاج اللي كان والي على الكوفة. هذا الشخص هذا قام بإصدار أمر بحظر التجوال، وكل من ضبط يعني خرق القانون الوقت الأساسي للتجوال تطبق عليه فورا عقوبة الإعدام. يعني الناس غادي يفع الحياة ديالهم فهكذا، طبيعي الإنسان غيخاف على الحياة ديالو. يعني كي يسالي الوقت اللي مخصص الناس يخرجوا، يجي وقت اللي محظور فيه التجوال ميبقى يدور حتى شي واحد. كيكونوا الناس اللي خدامين معاه تيدورو يشوفو شكون اللي خارج شكون، حيت كل نهار كيرفعوا ليه التقارير. إذن واحد النهار كيديرو الجولة ديالهم هما يضبطو واحد الشخص، ضبطوه: اش كدير هنايا كدا 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 كدا. صافي شدوه حصل إعدام. زيد نتا شنو كدير هنايا؟ ولد من أنا خارج إعدام. المهم اللي حصلو إعدام. هما شدو واحد شكون نتا؟ وقول لهم أنا ابن من تنحني إليه الرقاب. قال لهم هكا ابن من تنحني إليه الرقاب، أو يكون ولد شي أمير ولا ولد شي شخصية ولا ولد هادي ولا ولد شي أمير في شي بلاصة أخرى. وهادي نتوما عارفين في داك العصر يعني كانوا الأمراء. هما يدوخو قالو هدا ما غنديرو معاه والو، غنخبرو الحجاج هو اللي غادي منو ليه ولا غادي يفارع معاه. صافي خبروه قال لي كذا 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 كذا، هاد السيد هادي كاين وكاين، راه تيقولنا أنا ابن من تنحني إليه الرقاب. قال لهم جيبوليا. مشاو دخلو عندو: السلام عليكم. السلام، من أنت؟ أنا ابن من تنحني إليه الرقاب. تا معاه وجاب معاه في الحديث وفي الحوار، لقى أنه ابن حلاق. نتوما عارفين أن أي واحد تيمشي عند الحلاق يتمكن أنه ضروري باش يحسن هادي تيحضر راسو. ولدي ضحك، الحجاج كيضحك، قال لكم الفصاحة ديالك وراه تنفذ عليك الإعدام. باش خرجت هاديك المقولة الشهيرة ديالو: علموا أولادكم الأدب. كانت هادي قصة بارطاجيناها معكم. نتلاقاو في موضوع جديد وفي حاجة جديدة، وما تنساوش ديروا اللازم، ابوني وبارطاجي ان شاء الله، يعني تشجيعا لنا باش نستمروا يعني في هاد القناة اللي هي القناة ديال